بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم حبايبي في قناتكم اطبخ ودبر وفر مع بناتي. كل لحظه يا رب وانتم بخير، كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. اول فيديو نعمله مع بعض خلاص من قبل رمضان طبعا، فالحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل مننا الشهر الكريم يا رب كده ويكرمنا به باذن الرحمن يا رب ان شاء الله. النهارده طبعا اول فيديو هنعمله مع بعض بعد العيد الحمد لله. هقول لكم بقى مشتريات النهارده، انا نزلت اشتريت ايه. طبعا كان في ايام رمضان كنت الحمد لله رب العالمين جايبه حاجتي معايا، لان ما اقدرش انزل طبعا في الصيام وكلام من ده. وكنت جايبه كل مشترياتي مجهزاها وكله، لان انا عارفه ان الغلاء والدنيا بتبقى غاليه قوي في رمضان وكلام من ده. فالحمد لله بعد رمضان بقى خلاص والعيد الحمد لله رحت النهارده بقى اشتري. فالحمد لله اشتريت بقى الاسعار. هقول لكم الاسعار بصراحه، في اسعار معقوله واسعار يعني وربنا يستر، وانتوا تقولوا لي بقى الاسعار عندكم ايه. فالمهم انا لقيت الوقت البطاطس دي بجد يعني ما شاء الله الله اكبر، بطاطس جميله جميله ما شاء الله. الكيلو ونص ب10 يا جماعه، انا جبت 3 كيلو ب20 زي الفل كده زي ما انتوا شايفين. وعلى فكره البطاطس دي تحمير، مش مش اللي هي صينيه يعني. طيب جبت كمان طماطم. الطماطم دي الكيلو وربع، النهارده الكيلو وربع ب10، مع انها كانت ب4 جنيه. سبحان الله يا رب، كانت ب4 جنيه والله ايام رمضان، والثلاثه ب10. بس ما اعرفش ليه النهارده بقى زايده كده. فخلاص انا قلت له طيب انا مش عايزه غير ايه، غير الطماطم اعملها سلطه. انا عندي خلاص الحمد لله ان انا عاملاها مسلسله. فالمهم جبت 2 ونص ب20 يا جماعه همتي تمام. طيب جبت كمان الخيار يا جماعه كيلو ونص ب10. طبعا هو صوب مش ما هوش بلدي. احنا لسه طبعا ما دخلناش البلدي بيبقى في عز الحر، فهو الوقت ده صوب، بس برضو السعر بتاعه معقول. فانا نقيت كده جبت كيلو ونص ب10 اهو زي ما انتم شايفين كده جميل. طيب جبت فراوله كمان. الفراوله بقى ما شاء الله هي بصراحه بقى النهارده اللي ايه، اللي الحمد لله يعني. الفراوله انا جايباها يا جماعه الكيلو ب10 جنيه، انا جايبه كده 3 كيلو ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. جبت ال3 كيلو ب30 جنيه زي الفل جميله. وبلدي. انا هغسلها الوقت باذن الرحمن يا رب. انا قلت اصور بس معاكم قبل ما اغسلها. هغسلها ان شاء رب العالمين الوقت، وهعمل منها عصير، وهعين الباقي في الفريزر باذن الرحمن يا رب برضو. طيب جبت الخضره، خضره المحشي. خلي بالكم احنا داخلين على الصيف، بعد كده الخضره هتغلى يا جماعه. يعني لو انتوا عايزين تجيبوا وتخزنوا الوقت خزنوا براحتكم، لان في الصيف بتبقى غاليه جامد جامد، لان طبعا ايه، الحر ما بينفعش فيها زراعه الخضره دي. فالمهم انا جبت اهو، جبت ده كرفس او بقدونس معلش، وجبت شبت وجبت كزبره. جبت اربع ربطات اهو، اهي الشبت اهو. جبت الاربع ربطات دول ب5 جنيه تمام. وخلي بالكم بقول لكم احنا هنبدا الصيف وهنبدا الحر، فهيبقى غاليه قوي. طيب البتنجان بقى النهارده اللي صلاه النبي ده اللي شاف لي يوم بقى ب15 جنيه النهارده، ما اعرفش ليه والله. ب15 جنيه يعني حاجه بصراحه حاجه صعبه. 15 جنيه. المهم ان انا جبت ده ب10 جنيه. طيب جبت كمان إيه كمان يا ربي، الاناناس ده يا جماعه كان بيقول لي الكيلو ب15، قلت له لا اخد الاثنين ب25. فالمهم اداني كده الحمد لله رب العالمين. اداني يا جماعه دول اهم، اداهم لي ب30 جنيه، يعني هم اكتر من 2 كيلو، فهو اداهم لي ب30 جنيه. طيب الفلفل بقى، الفلفل الالوان ده بقى انا مش الوان، هو فلفل بلدي. بس انا دايما لما اجي اشتري الفلفل بحاول دايما ان انا ما اجيبوش فلفل اخضر وبس، بدل ما اشتري اللي هو الفلفل الالوان الكيلو بمبلغ وقدره. لا انا بجيب الفلفل البلدي، بس بنقي منه الاحمر والاخضر وكلام من ده. ولو في حاجه بقى ايه، طبعا ده شطه يا جماعه، الشطه دي تعتبر اهيتي يعني ايه مقربه شويه اهي، مقربه شويه كده ان هي تكون صفرة او حاجه. المهم بجيب بقى كده ولفت كده خلاص، لقيت كله بسعر واحد، السعر واحد. فانا جبت كده الحمد لله رب العالمين اهو يا جماعه. سعرها النهارده بيقول لي بلاش ب30 خليها ب20. المهم قلت له خلاص. طبعا انا مستغليه بصراحه، يعني ما اعرفش الفلفل ليه ما بينزلش على ال20، حتى الشطه كمان. فالمهم وكمان الشطه على فكره ما هيش حراقه يا جماعه، يعني المفروض ان الشطه دي كنت احطها في الجبن والكلام ده، بس ما هيش حراقه السنه دي. ما اعرفش ليه، الظاهر صوب برضو، لان طبعا انا عارفه ان احنا لسه ما بدأناش الحاجه بتاعت الصيف، بس كله بقى صوب الوقت. فاحنا بنشتري وخلاص، وربنا بقى يعيننا ويديلنا الصحه يا رب كده ويشفينا من عنده بقى، لان بجد يعني دي من ضمن ايه الاضرار الصحيه اللي بتبقى علينا. بس هو ده اللي موجود في السوق، لازم نشتري زي الاسماك، ما هي مزارع برضه دي احنا بنجيبه خلاص اللي موجود، لان ما هنصنعش حاجه على ايدنا بقى. المهم ان انا جبت بقول لكم الفلفل كده، بس جبت تشكيله بقى فلفل احمر وفلفل اخضر وشطه، عشان يبقى انا ملمه بكل اللي موجود عندي. وجبت كيلو كده على بعضه. طيب جبت بصل ابيض. انا
بموت في البصل الابيض، بحبه موت. وطبعا الراجل الله يكرمه سابني انقي. شايفين انا بجيب البصله يا جماعه اللي مقفوله من هنا دي اهي، اللي تبقى مدوره خالص كده ومقفوله، بتبقى جميله جميله. وفي نفس الوقت اهي اهي، الله يرحمك يا امي كانت تقول لي حتى البصل فيه اللي فعلا اللي هو الايه، اللي بيبقى اللي فيه ذكر وفيه نتايه كمان. فدي البصله ان هي النتايه الجميله اللي هي بقول لكم ما تبقاش ايه، ما يبقاش فيها اللي ما تعملش كده بقى من اللي هو ايه، مش عارفه بقول ايه، بتبقى من هنا كده اخضر كده او حاجه، فتبقى دي تبقى وحشه. انما دي بصله مقفوله حلوه اهي اهي جميله كده اهو. نقيت البصله المدوره كلها زي الفل اهي ما شاء الله، زي الفل كده ومقفوله خالص اهي. صلاه النبي. المهم ان الكيلو يا جماعه الكيلو ب 10 جنيه، انا جبت 2 كيلو ب 20 جنيه كده زي الفل الحمد لله رب العالمين. ادا بقى ما جايبنا النهارده ومشترياتنا اللي احنا جبناها بعد العيد الحمد لله رب العالمين. نرجع تاني معاكم باذن الرحمن مع الميزانيات، مع المنيوهات الاسبوعيه بتاعتنا، ومع ايه المشتريات كمان، وان شاء الله والايه كمان، وايه يا ربي والميزانيات زي ما انا قلت لكم فعلا. واللي عايز اي ميزانيه يا جماعه باذن الرحمن يا رب يطلب، بس يقول لي الميزانيه بتاعته عدد انفارهم قد ايه، او عدد افراد الاسره بتاعته والدخل بتاعهم قد ايه، او هم عايزين الميزانيه بكام ان شاء الله باذن الرحمن، والمطلوب فيها ايه، وفيها تموين ولا لا. وانا هعمل لكم اللي انتم عايزينه ان شاء الله يا رب. ادعوا لنا كده بس باذن الرحمن، ربنا يكرمنا يا رب كده، ونتقابل معاكم على خير دايما ان شاء الله يا رب. اشوفكم دايما بخير. سلام عليكم.